بتشتكي دايما ان لون اللثه بتاعتك بيكون غامق ومش وردي زي كده، وكمان بتتكسف تضحك قدام الناس عشان لون اللثه بتاعتك مش احسن حاجه. انا بقى جاي لك في حلقه النهارده عشان اقول لك ازاي تحول اللثه بتاعتك من اللون الغامق ده للون الوردي باسهل الطرق الممكنه وفي اسرع وقت خلال ايام. السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. يلا بينا. لون اللثه طبعا بيختلف من شخص للتاني، ففي بعض الحالات بيبقى لون اللثه غامق زي كده وبتبقى مشكله ساعتها. فانا بقى جاي لك في حلقه النهارده عشان اقول لك ازاي تعالج المشكله دي. بس الاول هنتكلم عن اسباب تصبغات اللثه دي ايه. اول حاجه معانا بقى من اسباب تصبغات اللثه هو صبغه الميلانين. الميلانين دون ماده بيفرزها الجسم. الماده دي بقى مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن انها بتدي اللون للجلد والشعر والعينين اللون بتاعهم. يعني هنتخيل كده مع بعض انه جسمنا ده ابيض واسود زي التلفزيون كده. اللي بيدي بقى الالوان او درجات الالوان في الجسم هو الميلانين ده، هو اللي بيدي اللون. فكل ما هيزيد طبقه الميلانين دي او كل ما هتزيد الماده بتاعه الميلانين دي والجسم يفرزها، كل ما البشره بتاعتنا هتكون لونها اغمق، وبالتالي اللثه بتاعتك هتكون لونها اغمق ويكون لونها اسود بالمنظر ده. وهنلاحظ ده في الناس اللي بيبقى بشرتهم داكنه اكتر، هتلاقي اللثه بتاعتهم لونها اسود شويه. تاني سبب بقى معانا من الاسباب برضو ان اللثه بتاعتك تكون لونها اسود بالمنظر ده هو التدخين. ايوه، ما تستغربش، التدخين من الحاجات اللي بتدمر اللثه فعلا. طيب ازاي بقى؟ كلنا او اغلبنا طبعا عارف ان السجاير دي بتبقى فيها ماده النيكوتين. الماده دي بقى بتخلي الجسم يفرز ماده الميلانين دي زياده، يعني هو بيخلي الجسم يفرز الماده دي بطريقه اوفر شويه. فلما زي ما قلنا قبل شويه الماده دي هتزيد في الجسم، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ لون اللثه هيبتدي يغمق اكتر. ومش بس اللثه هي اللي هتغمق كمان، لا ده كمان ده الشفايف بتاعتك هتلاقيها بقت لونها داكنه شويه وفيها بقع سمره كده، وكمان خدك من جوه هتلاقيه برده فيه العلامات دي. بس انا بقى هقول لك على حاجه حلوه، انت لو وقفت تدخين، في دراسات فعلا اثبتت ان الناس اللي وقفت تدخين اللثه بتاعتهم رجعت تاني طبيعي جدا ولونها وردي. تالت سبب بقى معانا برده هو الناس اللي بتاخد ادويه حب الشباب زي الماينوس كلين. الدواء دون بيأثر على لون اللثه بتاعتك وبيخليها لونها اغمق. فانت لو بتاخد الدواء ده عشان تعالج حب الشباب، لازم الاول تاخد بالك لو حسيت فيه ان اللثه بتاعتك لونها بدا يتغير، لازم فورا ترجع للدكتور بتاعك وتستشيره عشان يغير لك الدواء ده بدواء بديل غيره. رابع برضو سبب من الاسباب انه اللثه بتاعتك لونها يبقى غامق او لونها يبقى اسود او فيها بطش بالمنظر ده هو الامالغم او الحشو البلاتيني. الحشو البلاتيني ده بيبقى حشوه كده لونها فضه، احنا بنحطها في الضرس. الحشوه دي بقى لو هي قريبه من اللثه قوي فبتدي بقعه لونها ازرق او لونها اسود بالمنظر ده كده جنبها. فالحل بتاع المشكله دي طبعا بسيط جدا، هو ان احنا بنشيل الحشوه اللي هي العاديه دي اللي هي البلاتيني دي، وبعد كده نحط حشوه ليزر. خامس حاجه بقى طبعا معانا من اسباب برضو تصبغات على اللثه وتخلي اللثه بتاعتك لونها اسود بالمنظر ده هو اهمالك في تنظيف اسنانك. فانت لما هتهملها البكتيريا هتلزق على اللثه وتبتدي تاكل في الانسجه بتاعت اللثه، وطبعا الانسجه دي هتموت وتتحول اللثه بتاعتك للون الاغمق شويه. عشان كده مهم جدا ان انت تاخد بالك من صحه الفم والاسنان بتاعتك وتغسل اسنانك اول باول، عشان لو البكتيريا فعلا تراكمت على اللثه بتاعتك هتسود. طبعا دول يعتبروا اشهر الاسباب للتصبغات اللثه. طيب بقى نيجي للخطوه الثانيه وهي العلاج. طبعا انت مستعجل عشان تعرف العلاج، في كذا نوع من العلاج المشكله دي. اول نوع معانا هو العلاج بالحاجات الطبيعيه اللي انا هقول لك عليها بعد شويه، وتاني نوع من العلاج هو باستخدام الليزر عشان اشيل بيها التصبغات اللي لونها اسود دي. اول نوع معانا بقى من العلاج زي ما قلنا ان احنا هنهتم قوي بالفيتامينات بتاعتنا زي فيتامين ج. في الحقيقه برضو من الاسباب برضو اللي بتسبب تصبغات في اللثه هو نقص فيتامين ج. فيتامين ج ده مهم جدا عشان يدي اللثه الحيويه والصحه بتاعتها ويخليها لونها وردي. فانت لو عندك نقص في الفيتامين ده هتلاقي اللثه بتاعتك ضعيفه ولونها مش وردي. عشان كده مهم جدا لو انت عندك نقص لازم تعوض النقص ده بقى، سواء بقى ان انت هتجيب مكملات غذائيه او فيتامينات من الصيدليه، او ان انت هتاكل اكلات فيها الفيتامينات دي. طيب زي ايه بقى الاكلات دي؟ زي السبانخ والفلفل والكيوي والبقدونس. دول من الفواكه والخضروات المفيده جدا لصحه اللثه وهيخلي اللثه بتاعتك حيويه ولونها وردي. تاني طريقه بقى معانا لعلاج مشكله تصبغات اللثه دي او بتقللها هو باستخدام الاوليفيرا. الاوليفيرا مهمه جدا عشان بتحافظ على الانسجه بتاعه اللثه وبتقويها. كل اللي انت هتعمله انك هتجيب الجل بتاع الاوليفيرا ده وتحطه على اللثه بتاعتك، وتجيب فرشه ناعمه وتبتدي تدعك بيها اللثه بالراحه، وبعد كده
تبتدي تتمضمض بميه عاديه خالص. تالت حاجه برده معانا من الحاجات الطبيعيه اللي هتساعد برده ان اللثه بتاعتك تكون ورديه هو شرب الشاي الاخضر. طبعا معظمنا ما يكونش عارف ان الشاي الاخضر فيه مضادات للاكسده بتخلي اللثه بتاعتك حيويه ولونها وردي اكتر. رابع حاجه برده معانا برده بتساعد على توريد اللثه هو ان انت هتتمضمض بالزيوت زي زيت السمسم او زيت جوز الهند. الزيوت دي مهمه جدا لان المضمضه بيها هيخلي اللثه بتاعتك تكون حيويه ولونها وردي. خامس طريقه برده معانا بتساعد على توريد اللثه هو باستخدام ملح البحر وزيت جوز الهند. كل اللي انت هتعمله هو انك هتجيب معلقه من الملح ومعلقه من زيت جوز الهند وتخلطهم كويس، وبعد كده تبتدي تحطهم على اللثه وتسيبهم على اللثه من مده ل 3 ل 5 دقائق، وبعد كده تتمضمض بميه عاديه خالص. اهم حاجه طبعا ما ننساهاش هو انك لو عندك اي سبب من الاسباب اللي انا قلت عليها دي هي اللي مسببه لك تصبغات في اللثه، فانت لازم الاول توقف السبب ده او تعالج السبب الاول، وبعد كده تستخدم الطرق اللي انا قلت عليها دي، عشان علاجك للسبب نفسه ده 50% من علاج المشكله نفسها. يعني انت ايه يا فرحتي مثلا تشرب سجاير او مش هتهتم باللثه او مش تغسل اسنانك كويس وفي نفس الوقت بتبتدي تستخدم الطرق دي، ما هي برضو اللثه بتاعتك مش هترجع طبيعيه. لازم الاول تعالج السبب بتاع المشكله. تاني خطوه بقى معانا في علاج بقى مشكله تصبغات اللثه نفسها هو ان انا هشيل الجزء الاسود من اللثه ده باستخدام الليزر. فده كل اللي انت هتعمله هو انك هتروح عياده الدكتور بتاع الاسنان وهو هيبتدي يشيل التصبغات دي بالليزر بمنتهى السهوله، واللثه بتاعتك هترجع ورديه وطبيعيه بنسبه 100%. وبكده نكون خلصنا موضوع حلقه النهارده وعرفت ازاي تحول اللثه بتاعتك من اللون الغامق الوحش ده للون الوردي الطبيعي الجميل ده في اسرع وقت وفي خلال ايام. اتمنى بقى يكون الموضوع عجبكم وتستفادوا منه. لو استفدتوا فعلا من الموضوع اعملوا شير كتير وسبسكرايب عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس والناس كلها تستفيد. اتمنى لكم صحه كويسه. سلام.